نبدأ الحكاية بتاعتنا لما بيكون حد طالع من المية وبيضطر يكح وبيقول يبدو أن هؤلاء الأوغاد قد رحلوا. ولما بيطلع لفوق بيلاقي قطة فراولة قدامه، بس وقتها بياخد باله من حاجة غريبة، وإن الجرح بتاعه قد اختفى، وبيقول أيمكن أن تكون قطة الفراولة الفاقدة للوعي هذه هي التي أنقذتني. بس مرة واحدة بتفتح قدامه شاشة غريبة كده وبتكون مكتوبة عليه قدراته كلها. فعشان نعرف كل اللي بيحصل بنرجع فلاش باك لورا، وبيقول على الرغم من أن الخامات المستخدمين في تركية الوحوش ذات قيمة كبيرة، إلا أن الأجوال العمال المناجم منخفضة للغاية، لا يمكن أن مساعدة في ذلك، لأن الوحوش الوهمية لا تعمل بجد أكبر من البشر فقط، بل إنها أيضا أكثر لطفا من البشر. وبيقول لي وحش من الوحوش إنه يديله قطعتين لحم، وبيلاقي حد بيقول له شيء ولقد أتيت مبكرا، وبيقول له خذ جرب هذا فلقد اشتريتها من مطعم شبحي جديد، وبيقول له شكرا لك أيها العم وأنغ. بعد كده بتشوف اتنين، واحد منهم بيقول هذا الرجل الواقح هنا مرة أخرى. بعد كده التاني بيقول إنه مع الجسم دوت بالذات بيقدر إنه يشيل بس شوية مواد من الخام في كل مرة، وفي النهاية لا يزال يحصل على نفس المبلغ من المال مثلا. شياب بيقول أنا عارف إن انتوا مش راضيين بعمل، بس يمكن تخلي صوتكم قليل شوية عشان الموضوع دوت محرج بالنسبة لي. الشخص اللي بيكون قاعد معاه بيقول لهم إنهم مش يقولوا كده، وبيقول إنه يحاول على قد ما يقدر إنه يجيب العلاج بتاع أخته، وإنه بيشتغل عشان يعرف يصرف عليه. شياو بيقول صحيح أن حالتي الجسدية ليست جيدة، ولكن هذه المرة سأعمل شيء بجد لأنقل المزيد من القطع الخام. لا مؤاخذة صوتي كان رايح. بعد كده زعيم الوحوش اللي عندهم بيقول لو كان حد فيكم مش مستعد للوقت فمش يجي، إذا لم يكن الأمر كذلك فلندخل إلى المجال السري. بعد كده هو بيدخل والجميع من وراه بيدخل. شياو بيقول يجب أن يجمع المواد الخام أكثر هذه المرة حتى لا يتحدث الآخرون عني بعد الآن. كيف نقسم العمل اليوم؟ يجب أن نتلزم بالطريقة القديمة. بعد كده بتشوف اتنين بيقولوا ألم يكن منغ العجوز يرغب في رعاية لي ونشوان، إذا فلتقم بإقرانهما معا. ما بيقول له فكرة جيدة. شيا لما بيسمع الكلام بيقول مهلا يا رفاق، يمكنكم مضايقتي كالعادة، ولكن العم وانغ بيقول له لا بأس، دعنا نساعد بعضنا البعض، لا تهتم بهم، دعنا نذهب لتنقيب هناك. وبيقول العم وانغ أنا آسف ولقد سببت لك المتاعب. العم وانغ بيقول له ما الذي تتحدث عنه يا فتى، دعنا نعمل بجد. شياو بيقول له حسن، وبيكملوا تنقيب. بعد ساعة شياو بيقول أنا متعب للغاية، بيقول لا يمكنني خذلان، يجب علي التحمل مهما كنت متعبا. شياو بياخد باله من حاجة غريبة وبيقول ترى ماذا الذي يحدث هنا، بس لما بيجروا بيشوفوا المصدمة الكبرى، وبيشوفوا حد بيقول لقد قتل شخصا. بعد كده شوية ناس بيقول أنت لقد أصيب وحشك الشبحي بالمجنون فلقد عض شخصا حتى الموت، اعتني بالأمر بسرعة بدلا من الوقوف هكذا شاردا، أسرع وأطلب سيارة الإسعاف. الشخص بيقول له لا تقلق فسأترك ذئب الكابوس يقتلكم أيضا. بدون تفكير يجعل الوحش الخاص به يهجم على كل الأشخاص، والناس يصرخ ويقول النجدة لقد أصيب سيد الوحوش بالجنون. الجميع في حالة من الرعب. شياو بيقول يمكن أن يكون ذلك. بعد كده بيفتكر واحدة بتقول يمكن لبعض الوحوش الوهمية أن تتطور وتصبح أقوى من خلال اتهام المشاعر السلبية للبشر، وبتقول على سبيل المثال الغضب واليأس وما إلى ذلك. إذا واجهت مثل هذه الأشباح في البرية فكن حذرا للغاية. بيقول للناس انهم مش يخافوا ولا يجروا عشان كده هيخلي الكلب الكابوس اقوى. وبيقول ان سيد الوحوش عاوز انه يكون كل الاشخاص في حالة رعب لتطور الكلب الكابوس، وبيقول معا نستطيع هزيمة الكلب الكابوس. الشخص بيقول لم أكن أتخيل أبدا أنك الشخص الذي يبدو ضعيفا إلى هذا الحد، لديك مثل هذا العقل الصافي تماما كما قال يحتاج الذئب الكابوس المظلم هذا إلى اتهام المشاعر السلبية من القضاء عليكم حتى يتطور، لذلك أقدم لكم خيارين. بيضحك ضحكة شيطانية ويقول الأول أن تستمعوا لذلك الوغد الصغير وتحدثوا لتحاربوا الذئب الكابوس،
لنرى إن كنتم تستطيعون إخضاع الذئب الكابوس قبل أن يقتلكم جميعا، أو بدلا عن ذلك تقومون أنتم بقتل بعضكم لبعض حتى يتمكن ذئب الكابوس من امتصاص الطاقة الكافية للتطور. شياو بيقول لا يمكن لترك الجميع ينخدعون به، أنا بحاجة لإيجاد طريقة لتهدئهم جميعا. بس شياو بياخد باله من حاجة على كتف زعيم الوحوش، وبيقول وحش من منظمات الوحش الشبحي الإسلامية صائدو الظل إنه مجرم. بعد كده زعيم الوحوش بيقول سأمنحكم 5 ثواني للتفكير. 4 3 شياو بيزعق وبيقول اهدأوا جميعا، لا تصدقوا إنه ليس شخصا صالحا على الإطلاق. وبيقول هؤلاء الأغبياء لقد طلبت منكم أن تهدأوا. بيلاقي حد ضربه من ورا، بيجي يتلفت لكن يأخذ الصدمة الحقيقية لما بيعرف إن هو لعمه. شياو بيقول له انت ليه عملت كده؟ بيقول له شياو لا تلومني، فأنا لا أريد الموت، لكن كلنا هنا نريد أن لا نموت. وبيقول له أنا لا أريد أن أقتل الذئب الكابوسي، لا يمكن لأي إنسان أن يهزم وحشا شبحيا، فأنا لقد ربيتك، ولذا من فضلك مت من أجلي ومن أجل عائلتي. شياو بيقول وان جيجيانكو أيها الوغد لفت عشان يضربه، لكن يأخذ الصدمة الأخرى. شخص كمان بيجي وبيضربه بالفاس في وشه. بعديها شياو بيوقع على الأرض وبيقول أنتم أيها الأوغاد سأنتقم منكم أجمعين، لكن أنتم لا تعرفون ماذا تفعلون. زعيم الوحوش بيقول رائع جدا، ذئب الكابوسي امتص بسرعة هذه المشاعر السلبية وتطور. وبيقول لم أتوقع أن الطاقة التي تولدت من قتل بعضكم البعض ستكون أكبر من الطاقة التي تولدت من قتلي لكم، كم هذا رائع حقا. بعد كده الناس بيقول هل نجونا أم لا، لكن لا تعرفون ما الذي سيفعل فيه. بعد كده واحد من الأشخاص بيقول ونغ العجوز ما الذي يجب علينا فعله الآن؟ بس على طول بعد كده بينتقل مع الموقف وهم بيرموا شياو في البحيرة. العم ونغ بيقول لنفترض أننا واجهنا حادثا في تعدينا اليوم، فلا ينبغي علينا ارتكاب أي أخطاء اليوم، لنوضح موقفنا جيدا قبل أن نخرج. أجل بالطبع. وانغ بكل أسف يقول هل أنا ميت؟ لا أريد أن أموت. فبعد أن أموت ماذا الذي يحدث لشياو ومن يهتم بها؟ بيفتكر من ماضيه شوية حاجات وبيقول أن أخته كانت تريدها أن يأتي مبكرا اليوم. بيقول لا أستطيع الموت، أريد أن أعيش، أريد الانتقام من ذلك الوغد وانغ جيانغو، وأريد الانتقام من سيد الوحوش الوغد ذاك. بنشوف شخص غريب في المايه بيقول الخيانة، الكراهية، الغضب، هذه الرغبة القوية في الانتقام تجعل الإنسان يبدو وكأنه يمكن استغلاله بشكل جيد. بيقول أيها الإنسان أنا أعد إليك بقوتي، لذا هلا اللي جبت لهذا العالم الذي يستبعدنا الدمار الكامل.